السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بحبكم في الله كتير كتير، وحشتوني من آخر فيديو نزلته. زي بعض اعذروني بقتي عشان طبعا بأخر عليكم في الفيديوهات، بس انتوا عارفين ظروفي، كل واحد يعلم بظروفه ربنا طبعا. وانتوا برضو انا قايله لكم برضو حكي لكم ان انا ايه، اعوذ بالله من كلمه انا. عندي اولادي في سنه وكده، فبيروحوا الدروس وكده، فمش فاضيه على قد ما بقدر وافضى بصور. فما تتضايقوش وما تزعلوش، وصلوا على الحبيب المصطفى مع بعضنا كده، نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم اني وكلتك امري فانت خير وكيل، والله المستعان، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا شايفين ماتش يعني كده تي عن ماشي وروتين خفيف. اللهم صل على سيدنا محمد. المكتله اللي انتوا شايفينها دي هي نضيفه، هي كانت مغسوله ومحطوطه نضيفه، وجيت فرشتها فسيف كب عليها اللي هي الحنه البودره دي، اللي هي الحنه البودره اللي هي بتيجي معاها اكسجين. فقلت ايه اغسلها يمكن تطلع، انا عارفه ان هي ما هتطلعش لان صعب تطلع. حطيت عليها خمرتها بكلور وبتاع، فقلت لمحمد تعالى يا محمد ايه ادعك فيها شويه يمكن تطلع. فمحمد هو ابن خالته طبعا، والسيف انتوا عارفين الاطفال بتحب ايه، ما عندها يوم عيد تبلبطه في اللميه وكده. وكان عندي بقى حبه غسيل، فقلت اغسلهم. وبعد ما خلصت الغسيل كان معايا كبرتتين اللهم صل على سيدنا محمد وبطانيه كده خفيفه فغسلتها. هو روتين بسيط، بس ايه يعني ايه، الواحد بيحب يديكم طاقه ايجابيه كده ونودي الطاقه السلبيه اللي عندنا. فصلوا على الحبيب المصطفى طول ما احنا كده ايه في ايدينا في المصالح، عشان ربنا يبارك لنا في عيشتنا وحياتنا، ويرفع عننا البلاء والوباء، اللهم امين. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هو انا كان قلت لكم الغسالات كانوا قليلين، فاليوم ده كان يوم طويل الحمد لله يعني. في حاجات كتير يعني. بصوا اللهم صل على سيدنا محمد، هي المكتات طبعا غسلوها، حبوا يلعبوا شويه في الميه، فسبتهم وانا كنت قربت اخلص غسيل. قلت كده كده ايه انا هسيبهم ويخشوا، قلت لهم ادخلوا بقى تيه اتشطفوا في الحمام واستحموا، وانا عشان اخد امسح بقى واخد الميه اللي انتوا عملتوها دي والمها. فجيت امسح، فبنت اختي كانت عندي، يا رب يديها الصحه والعافيه ويبارك لي فيها ويفرحني بيها هي واخواتها. قالت لي يا خالتي ما تمسحيش، انت شكلك تعبان وكدتي، وانا عماله اطلع وانزل واخش واجي وكدتي. فهي مسحت عندي، فما صورتش المقطع ده يعني. فخلصت مسيح وخلصت هي مسيح وفرشنا واتغدينا. ف يعني غدا بسيط كداتي. فاللهم صل على سيدنا محمد. هم ولادي كانوا في الدروس، فقلت هم هيجوا عايزين برضو غد، فكنت انا اسالهم قبلها هتاكلوا ايه. قالوا لي يا ماما احنا هناكل اي حاجه، بس احنا ما تعملناش بقى فراخ تاني ايه، شوهن يعني شونا الفراخ. طبعا الكبه زي ما انتوا شفتها كده الكبه دي صلحتها كذا مره، جيت اشغلها المره دي كانت شغاله وحلوه، بس ما اشتغلتش، فاضطريت ان انا ايه انقل الحاجات في الخلاط. فبعد ما خلصت بقى ونشرت زي ما قلت لكم، ومسحنا وروقنا وظبطنا الدنيا وكده فقلت قبل ما هم يجوا من الدروس اتبل لهم الفرخه ويعني على اخر النهار كده بقى نشويها. وفعلا هو ده اللي حصل، تبلتها وسبتها بقى براحتها. حتى كنت انا تعبانه يعني في الوقت ده ما كنتش قادره الصراحه اطبخ. واول ما ساره جت قلت لها يا ساره انت اعملي حبه الرز وخلاص، وباباها شوى الفرخ. هو باباها جه يعني من الشغل شوى الفرخه، فيعني كان الغسيل انتوا عارفين لما يبقى في اليوم غسيل وكذا حاجه مع بعضيها. وانا الحمد لله يعني اعوذ بالله من كلمه ده، انا يعني ظهر وجعني وكده فبشكي من ظهري. فالحمد لله يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فتبلتها كده زي ما انتم شايفين انا. بصوا قطعتها كذا قطعه، وبدات ان انا بالسكينه وافتحها فتحات كده عشان التتبيله تدخل جواها تبقى حلوه يعني. اكيد كلكم عارفين طبعا المكونات بتاع التتبيله يعني وكده هو بصل حبايه طماطم وفصين توم وقرن فلفل وقرن شطه، واللهم صل على سيدنا محمد، وخل وليمون وملح وكمون وكزبره وفلفل اسود، والبهارات اللي عندك. ولو عندك بهارات فراخ مشويه يعني حطيها، او لحمه مشويه، البهارات اللي بتيجي مكيسه دي، او بتجيبها انت من عند العطار. تحط رشه كده عليها بتديها برضه طعم حلو ونكهه حلو. وكان عندي حبه جرجير برضه غسلتهم وظبطت كده. لو كان في مثلا كان في حبه برضه مواعين دعكتهم، بس طبعا ما حبيتش اوجع دماغكم يعني بالحاجات دي.
فالحمد لله رب العالمين، كان ده يومنا وكان ده روتيني. بس انا عارفه ان انا بعوق عليكم في الروتينات، بس زي بعض اعذروني، وانتوا عارفين ان طبعا ظروفي. فالحمد لله يعني. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. انتوا عارفين انا بحط اي خضار اجيبه ولا اي حاجه اجيبها من بره، اغسلها واحط عليها الخل بيعقم اي حاجه. طبعا زي ما انتوا شايفين اهو، حتى احنا قلت هو احنا عامه بنشوي الفراخ فوق على طول فوق السطح. بس انا قلت لكم اليوم ده كنت تعبانه وهلكانه، فما قدرتش اساسا ان انا اشويها. قلت لجوزي يعني هات الحاجات حتى انا اشويها وانا قاعده. هو بصراحه لما انا تعبانه جابها وقعد شواها في المدخل. ما طلعناش يعني فوق كده. احنا كنا كل ما نشوي الفراخ نطلع فوق وناكل ونشرب وننزل يعني على طول. وجبت البياضات بتاع الكنب فرشتها واللهم صل على سيدنا محمد وظبطتها. ولميت بقى الحاجات اللي هي عايزه يعني كنست وكده بالمكنسه اللي هي المكتيه زي ما انتوا شايفينها كده دي. ده كان تاني يوم تقريبا. تاني يوم، ايوه، عشان انا دمجت لقيت الفيديو كان قليل فصورتكم تاني يوم لما فرشت اللهم صل على سيدنا محمد البياضات. انتوا زي ما انتوا شايفين انا عوضت كده عشان كان حد بينده عليا للدكان، كنت رحت بحت وجيت. فكملت اهوتي وقلت لمحمد اكتب نسيت بالمكنسه يا محمد اللي كانت نشفت المكتاي. وبرضه البقعه فيها يعني ما طلعتش، يعني خفت سنه بس ما طلعتش. هي الصبغه جامده يعني ثابته فيها، ما مش خفت بس ما طلعتش خالص. وفرشتها وخلصت اهوتي وظبطت الدنيا. يا ريت النهارده يكون روتين النهارده عجبكم، وفيديو النهارده يكون عجبكم، يكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. ما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم واشتراك في قناتي ولايك. اهم حاجه يا جماعه ان انتوا تكتبوا لي كومنت حلو كده وتدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم. ربنا يبارك لي فيكم ويديكم الصحه ويرفع عننا البلاء والوباء، اللهم امين. وكل اللي نفسه في اي حاجه ربنا شايفين البقعه زي ما انا يعني قدام محمد شويه. وربنا يرزقكم راحة البال. أهم حاجة راحة البال والصحة والعافية، دي كنز من كنوز الدنيا يا جماعة. أهم حاجة ربنا يرزقنا راحة البال، اللهم آمين يا رب، يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهاتي.